هنا الهدف الوحيد لحد الآن في هذه المباراة، الهدف الذي سجله المهدي بلوق. لتذكير مشاهدينا الكرام، خلال الشوط الأول لم يكن هناك أي تغيير، لا على مستوى تشكيلة الفريق المضيف ولا على مستوى تشكيلة الفريق الضيف. مع بداية الشوط الثاني أو تغيير مشاركة الكونغولي جوزيف باكاسو، مغادرة أسامة زمراوي. يترك أرضية الملعب أسامة زمراوي، مشاركة الكونغولي جوزيف باكاسو. ينطلق الشوط الثاني في هذه اللحظات وتنطلق معه فرص ومحاولة. جلال الدين الخفيف، كرة في الرواق الأيمن. سفيان حناش ينجح في المرور. سفيان، العرضية من سفيان، البحث عن في منطقة الجزاء. جلال الدين الخفيف، العرضية من نسيم، العرضية من نسيم، ضربة رأسية خارج الملعب. متابعة كانت من أعتقد زكريا فاتي، أعتقد زكريا فاتي. تضييع الفرصة، نعم زكريا فاتي. المتابعة كانت بهذه الطريقة. لتعود الكرة من جديد. ستيفان عزيز في وسط الملعب. المنافسة، حكم يعلن عن خطأ. التمريرة كانت ذكية جدا من جوزيف باكاسو لولا التدخل الرائع من أشرف الزين. التدخل كان ممتاز من أشرف الزين الذي أبعد الخطر. كما قلت لكم، الوداد الرياضي قادر على إيجاد الحل في أي لحظة من اللحظات. موكوينا، رولاني، ستيفان، التمرير، لكن في آخر الجولات كان قد أكمل بن هاشم الموسم الكروي بالنسبة للفريق الودادي. هنا التمرير، فرصة في منطقة الجزاء. جول 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 جول. هذا ما قلت لكم، الوداد الرياضي قادر في أي لحظة من اللحظات على اقتناص هدف التعادل. كريستوفر لورش وصلته الكرة، بل وصلته الهدية، يسجل هدف التعادل للوداد الرياضي الجنوب افريقي. خبرة السنين، هدف التعادل للوداد الرياضي. اتحاد الرياضي يعقوب المنصور يستقبل الهدف الأول. هنا اللقطة، هنا لقطة الهدف البوركينابي ستيفان عزيز. نور الدين أمرابط، تمريرة من مفيد، وصلته الكرة، يسدد مباشرة كريستوفر. هدف التعادل، لم يترك أي فرصة لحارس المرمى اسماعيل سياد للتصدي. هدف التعادل، هدف التعادل لفريق الوداد الرياضي. كريستوفر، فرحة كبيرة لجماهير الوداد الرياضي في مدرجات الملعب الأولمبي. هدف كبيرة جدا، طريقة استقبال الكرة والتسديد بتلك الطريقة. هذا إن دل على شيء فهو يدل على أن كريستوفر من اللاعبين الممتازين، اللاعب الذي من المنتظر أن يقدم الكثير للوداد الرياضي في هذا الموسم الكروي. لحد الآن لم يتم، لحد الآن ياسين بوسليم. المقابلة ما زالت متوقفة، المقابلة ما زالت متوقفة في انتظار استئناف اللعب. إذا تم تأكيد الهدف، هدف لكل فريق، هدف للاتحاد الرياضي يعقوب المنصور، هدف للوداد الرياضي. خطأ، يرتكب الخطأ جوزيف باكاسو، بطاقة صفراء. يتلقى البطاقة الصفراء اللاعب الكونغولي. نتمنى السلامة لباكاسو.